المره دي بقى مش هنتكلم عن مباراه، المره دي هنتكلم عن منتخب محدش راضي يلعبه، محدش استنضف ان يروح يلعبهم اساسا. المنتخب ده كان في تصفيات اسيا، وقع في مجموعه فيها اندونيسيا وتركيا. اللي حصل كالتالي: تركيا اعترضت انها تلعب في المجموعه لانها اعتبرت نفسها دوله اوروبيه، فما ينفعش ان انا انزل بمستوايا في اوروبا لاسيا. يعني تحس انها بصه عنصريه شويه، من رغم ان يعني في الاخر انتوا كنتوا معانا في المنطقه العربيه، يعني ما جاتش على دي في التصفيات. وبعدين ده انتوا لو لعبتوا في التصفيات بتاعت اسيا ما شاء الله هتوصلوا كل مره. المهم تركيا انسحبت، قالت خلاص انا هلعب تصفيات في اوروبا ومش هلعب انا في اسيا، ماليش انا في القصه دي. اندونيسيا قالت خلاص انا هلعب الماتش ذهاب وعوده مع اسرائيل، وهم هيلعبوا عندي، انا عندي شرط ان انا مش هلعب في اسرائيل، شوفوا لنا ملعب محايد نروح نلعب فيه. الفيفا رفض، قال لا ما فيش ملاعب محايده، وانتوا عايزين تلعبوا ماتش الاولاني عندكم والماتش الثاني عندهم، ماشي مش عايزين، شكرا. اندونيسيا قالت لا خلاص شكرا هنمشي. هنا كان في بصه عنصريه من الفيفا لافريقيا واسيا، ولا زالت موجوده في تصفيات كاس العالم، ان دايما العدد الاكبر من المنتخبات اللي بيروح من اوروبا، من رغم ان اوروبا لو جيت تبص على الدوريات القويه اللي فيها مش هيكملوا 9 أو 10 بالكتير، لكن احنا دايما بنلاقي ان نص منتخبات كاس العالم ما كانش 3/4 من اوروبا، وباقي المقاعد متوزعه ما بين اسيا، ما بين افريقيا، ما بين امريكا شماليه وامريكا جنوبيه. نرجع بقى للقصه. دلوقتي التصفيات كانت ما بين اسيا وافريقيا على المقعد اليتيم في كاس العالم للقارتين، خدت لي بالك؟ طيب صعدت من اسيا اسرائيل، الناحيه الثانيه افريقيا هيتلعب مباراتين ذهاب وعوده ما بين مصر والسودان، اللي هيكسب فيهم هيلاعب اسرائيل. احنا بنقول ان دي كانت تصفيات كاس العالم 1958، لكن اللي حصل مصر كانت لسه خارجه من حرب 56 اللي اسرائيل كانت طرف فيها اصلا، فانتوا عايزيننا نروح نلعبهم؟ يا سنه سخه يا اولاد، ايه العبط اللي احنا عايشينه ده؟ هو الفيفا بيفكر ازاي؟ المهم مصر اعترضت، قالت لا مش هنلعب الماتش الفاصل، ومش لاعبين اصلا ماتش السودان من الاخر. السودان قعدت تفكر شويه، طب نلعب ما نلعبش، نلعب ما نلعبش. المهم خدوا القرار في الاخر وقال لك والله ولا احنا كمان لاعبين، واللي يحصل يحصل. يبقى كده اسرائيل صعدت من التصفيات الاولانيه، ما لعبتش حد في المجموعه، كلهم انسحبوا. راحت التصفيات الثانيه مع افريقيا، الفرقتين انسحبوا، فبقت كده رسميا دخلت كاس العالم. ولكن هنا كانت المفاجأة، الفيفا رفض بكل بساطة ان اسرائيل تخش كاس العالم من غير ما تلعب مباراة. فيعملوا ايه؟ قالوا خلاص لازم اسرائيل تلعب مباراة، حتى لو ملحق مع يعني هيعملوا ملحق لدولة اوروبية تلاعب اسرائيل عشان خاطر اللي يكسب فيهم يوصل كاس العالم. كانت التصفيات انتهت خلاص في اوروبا، وخدوا اوائل المجموعات، اوائل المجموعات هم اللي وصلوا خلاص، وتواني المجموعات ما كانتش بتروح، وما كانش في حاجه اصلا اسمها ملحق. وهنا خاطب الفيفا، لان الفيفا كان واقع في مشكله ان لازم يجيب فرقه تلاعب اسرائيل، راح خاطب بلجيكا، لان بلجيكا كانت من احسن التواني. بلجيكا رفضت انها تلعب اسرائيل برضه. اذا احنا كده عندنا اندونيسيا رفضت تلعب اسرائيل، مصر رفضت تلعب اسرائيل، السودان رفضت تلعب اسرائيل، حتى بلجيكا رفضت انها تلعب اسرائيل. دي ليله سودا. الفيفا هنا كان واقع في مشكله ان بلجيكا كمان رفضت، فاحنا لسه كده عندنا في احسن تواني هنلاقي ان منتخب ويلز حصل على تاني احسن تاني، مش الاول، هو رقم 2 في احسن التواني. خلاص تعالي يا ويلز روحي لعبي اسرائيل ماتش ذهاب وعوده، واللي هيكسب فيكم هيروح كاس العالم. وهنا ويلز كانت خلصت التصفيات، وكل المنتخب كل واحد راح النادي بتاعه، ولكن اضطروا ان هم يجمعوا المنتخب بسرعه عشان خاطر يلعبوا الملحق، لان ده برضه مهما كان كاس العالم اللي الناس كلها بتتخانق عشان تخش. فويلز جات لها فرصه ذهبيه، دي فرصه ما بتجيش. فكان اول ماتش هيتلعب في تل ابيب. سافر المنتخب الويلزي، وصلوا المطار، البروباجندا اشتغلت والتصوير، ومنتخب اوروبي جاي يلعب عندنا، وزغرطوا يا اولاد وهاتوا الورد يا بنات، ورشوا الارض رمله، والدنيا زي الفل. ومنتخب ويلز اتصور اتحطت على شاشات السينمات ان اسرائيل استقبلت منتخب ويلز احلى استقبال. بس هنا ده اللي كان بيتعرض، لكن الحقيقه كان في حاجه تانية. منتخب ويلز لما وصل تل ابيب حصلت شويه مضايقات بسيطه كده. مثلا جابوا لهم غيط عنب يتدربوا فيه، مبدئيا ما كانش ملعب يتدربوا فيه، هو كان حاجه كده شبه غيط البرسيم، راحوا يتدربوا فيه، ده اولا. ثانيا المدير الفني طلب كور عشان اللعيبه تتدرب، قالوا للاسف مفيش كور عندنا. اصلا
منتخب ويلز كان جايب الكور بتاعته واتحجزت في المطار. احنا لحد النهارده يعني احنا النهارده 2023 مش عارفين اتحجزت في المطار ليه سنه 57. فمنتخب ويلز قال خلاص امان مفيش مشكله، ولعبوا لياقه بدنيه لمده اسبوع لحد الماتش. لعبوا الماتش الحمد لله ربنا كرمهم وكسبوا اسرائيل 2-0. الماتش العوده كان في ويلز اتلعب وبرضه خلص 2-0 لويلز، وويلز توصل كاس العالم وخرجت الفرقه اللي محدش كان عايز يقابلها من اساسها.